بص يا قمر، اما اكون كارهه جمل الناس ليا واكون عاوزه ابقى شخص تاني، لازم حضرتك تحطي لي النيه. يعني النيه هتفرق جدا. لو انا عايزه ابقى شخص تاني وابقى جامده وابقى مش عارفه ايه عشان اغلبهم، اهي دي هبل، دي نيه وحشه. لكن انا عايزه ابقى قويه عشان قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. فانا يا رسولي عايزه انفذ سنتك. فدي نمره واحد. نمره اتنين، علشان يا الله انت جعلت الانسان في الدنيا مكرم وجعلته قوي بنظرتك انت لينا، مش بنظرة البشر. فدي نمرة اتنين، ما انا بعمل حاجة ربنا عايزها اهو. نمرة تلاتة، انا قدراتي وامكانياتي وقوتي وحلاوتي يعني اكبر بكتير من اللي الناس دي عمالة تقوله، فانا عايزة افعل قدرات الله فيا. دي نمرة تلاتة. فتلات نوايا جامدين قوي. ها، انا عايزة اخلي جوزي يعمل عشاني ليه؟ عشان يبقى اسمي مسيطرة؟ طز لا. امال عشان ايه؟ علشان انا لما مثلا، هو طبعا انا ما بحبش العلاقات اللي فيها تعلق، بس عموما لو هو بيعمل كده عشاني وعشان يرضيني وعشان انا كده بوطد العلاقه بيني وبين جوزي، فحط نيه بقى ان انا يا رب عايزه ابقى كده عشان ارضيك انت، لانه رضا الزوج من رضا الله. ان انا لما اتطور وابقى احسن، الله سبحانه وتعالى يبقى فرحان بيا. اما انا افعل قدرات نفسي او قدرات ربنا في حياتي، ربنا سبحانه وتعالى يديني اجر. شايفه بقى النيه ليه انا ركزت عليها الاول؟ عشان تبقي فاهمه انت رايحه فين وليه. عشان ما تجيش تقولي مثلا عايزه اكسبهم، انا عايزه بعد كده انزل اي مشوار يقولوا عليا دي جامده، دي قويه، دي مش عارفه ايه. عارفه جاست وديتك انا للحته اللي هناك دي وقالوا عليكي كده، هترجعي تعيطي. ليه؟ لان النيه اصلا كانت بايظه من الاول. هتحسي باحساس واحده فيك وراحت عملت فورمه بالظبط كذا واحد داخل الجيم راح يعمل فورمه عشان يعجب البنات، انا اسفه يعني. او العكس، واحده داخله الجيم عشان تعمل فورمه عشان تمشي قدام الرجاله مثلا توقعهم. اول ما وقعتهم حصل ايه؟ حست انها تافهه. ايه ده؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ لكن انا رايحه اعمل فورمه عشان ايه؟ ده عشان نفسي، ده عشان رضا ربنا، مش عشان هو ده الصح. ما تقوليش هو ده لا، هو عشان رضا ربنا. علشان عشان المؤمن في الزمان ده ياكلوه البشر؟ لا، مش عشان كده. ما حدش بياكل حد، الله سبحانه وتعالى هو المتحكم في الكون. ولكن علشان الله يحبني في انهي وضع، في اللي انا فيه ده ولا التاني؟ ها. اه يا رب انا بفعل قدراتك اهو، انا واحده فوقت نفسي اهو. ربنا قال لنا كده: وفي انفسكم افلا تبصرون. انا بدات ابصر يا رب اهو، انا بدات ابص في نفسي اهو. تمام. فدي مهمه جدا، لازم نخلي النوايا تتعدل وتبقى قويه. والنيه دي بقى اصلا باور. ليه انا ببدا بيها؟ لان دي محرك. عارفه لما تيجي كده عربيه نايمه بقى لها فتره، عايزه تخليها تجري، مش ان انت تقعدي تحليها من جوه وتحطي اكسسوري بتاع، لا، ان انت تروحي تحطي لها الباور الاصلي، البنزين بتاعها. فالنية هي بنزين البشر اللي بيخليهم يقوموا ويتحركوا من مكانهم. النية اللي بتخلينا نصوم رمضان واحنا مبسوطين وفرحانين وعلى قلبنا زي العسل، ولو قعد سنين احنا زي الفل. نفس الحكاية، النية هي الباور للإنسان. فلما بتصلحي النوايا تصلح الأعمال، فتاخدي عليها أجر وتبقي مبسوطة، وطول الوقت انت مستمرة، مش بتعملي حاجة وخلاص وأول ما تروحي لها